اهلا بلعيبه ام ال بي موبايل او موبايل ليجند. معكم شادي ليدر تيم دي 7 كي. جاي النهارده اعمل معاكم تحدي، وهو ان انا هوصل اكونت ان ريتد للمسك ونشوف هياخد مننا قد ايه وقت، وهحاول ادي نصايح للناس الجديده في اللعبه ازاي تقدر انها ترانك بسرعه. فلو انتم متحمسين للسلسله دي معايا انزل حط لي لايك واكتب لي كومنت ويلا بينا. اول ما هتعمل اكونت جديد هيطلب منك ان انت تطلع ليفل 8 عشان يفتح لك الرانك. اول ما توصل ليفل 8 وتستلم كل الجوائز هيجي لك 305 تيكت و38000 جولد. دول هنركنهم في جنب دلوقتي عشان في حاجه اهم بكتير لازم نعملها. الاهم من كل ده وهو ان انت تطور الامبلم يا جماعه بتديك ادفانتج قويه جدا في الايرلي جيم. انا عشان هلعب ماركس مان فانا لازم اقعد اطور الامبلم بتاع الفيزيكال عشان افتح كل الامبلمز اللي جايه. يعني لازم اطور ليفل 25 عشان افتح باقي الامبلمز. بعد ما طورنا الامبلم الاولاني ل 26 هو المفروض 25 بس انا ايدي سرحت عليا، فزي ما انتم شايفين اتفتح لنا امبلم ماركس مان سبورت فايتر ميج اسيستنت تانك. طبعا كل واحده من الامبلمز دي ليها اهميه كبيره، بس حاليا صعب ان انا اشرح لكم كل واحده بالتفصيل، فانا هحاول افهمكم انا هعمل ايه دلوقتي. انا عشان تركيزي دلوقتي ان انا عايز العب ماركس مان عشان اند الجيم بسرعه وعشان اجيب كيلز كتير، فانا لازم دلوقتي ابجريد الامبلم ده لليفل 30 عشان افتح ان انا اخد 10% اتاك سبيد في الايرلي جيم. فهنقعد نابجريد لحد ما نوصل ليفل 30. وصلنا ليفل 30 تمام، هنروح دلوقتي لامبلم الماركس مان نفتحه ونحاول نقعد نطور فيه على قد ما نقدر بشويه الدست اللي معانا. مش هنوصل على الاغلب لحاجه قويه في اوله بس تمام كده. احنا حاليا فتحنا امبلم من ماركس مان وهنحاول نظبط التقسيمه بتاعتنا. احنا حاليا معناش حاجات كتير نبدا بيها في الاول، بس على الاغلب دي كبدايه لذيذه. بعد ما ظبطنا موضوع الامبلمز يلا بينا نبدا فيرست جيم. طبعا هبدا اول جيم ب 100 او ممكن نكمل باقي اللي جيم ب 100 لحد ما نوصل لايلو يبقى في بلايرز قصادنا، عشان انت حاليا في اللو ايلو اللي احنا فيه ده احنا عارفين ما بنلعبش غير قصاد بوتس. انا مش عشان اخترت 100 فمعناها ان 100 اقوى ماركس مان في الدنيا، لا. 100 بالنسبه لي ماركس مان بيند الجيم بسرعه، بس مش معناها ان هو ماركس مان قوي. ماركس مان معهوش داشات ودي مش حاجه كويسه جدا، بالذات ان انت مش هتقدر تلعب بيه في الهاي ايلو. الداشات بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا في الجيم، فلازم تختار ماركس مان معاه داشات لو ناوي تكمل بيه كمان ماركس مان. دلوقتي انا عايز اخد جنب عشان بس فرانكو ما يعرفش يشدني بس، واحاول افرم. انا مش فاهم هو كان بيعمل ايه بس قشطه. ممكن بقى اخد المينيون دي، يعني ممكن اضرب في المينيون ده عشان اخد ليفل 2 واديها الستان في الانسباير كده. خدت الفيرست بلاد، هربت بالفلاش بس مش مشكله، هاخده على فرانكو. يا صاحبي هات فرانكو، هات فرانكو. ما مش الاثنين هيهربوا، مش الاثنين هيهربوا. لا ما تهزرش. بس هم رجعوا لي نايس بوتس. انا بحب البوتس والله يا جدعان. مش مشكله اخد الكل، بس هي الفكره ان انا اكون خدت جولد شويه من التاور. بس كده يلا على جولد التاور. خدنا شويه جولد من التاور وهنطلع ناخد البفايه اللي هنا، عشان البفايه اللي هنا دي هتساعدنا شويه في الايرلي جيم. خلاص يا عم التانك، خلاص يا عم التانك. التاور انا بكره انا التانكات اللي بتبقى معايا، بيجيبوا لي تانكات اي مالهاش اي لازمه. حاليا انا لوحدي وكاري ورايا وفرانكو قدامي، فانا لازم احضر ان الستان يتاخد ما بينهم. بس كده ماشي. انا هزعل دلوقتي بس اهو نايس. هم عموما هم دول بوتس، فدي حاجه لذيذه هيخلوني اجيب عليهم كيلز سهل. انا المفروض اخرج بره البتاع بتاع كاري ده عشان البتاع بتاع كاري ده دمجه عالي قوي. بس جي كاري ماتت طبعا. ما حدش يتهور زي ما انا بعمل. انا بعمل دلوقتي كده عشان بلعب قصاد بوتس، مش هزعلوني في حاجه. بس طبعا لو كان مين بلاير كانوا زمانهم جايبيني ايزي كيل يعني. بس كده جبنا اول ايتمايه واللي هي بتدينا لايف ستيل، ودي حاجه اساسيه طالما انت بتلعب سولو. لازم يبقى معاك ايتمايه تديك لايف ستيل عشان تقدر ان انت تفارم، لوحدك. الفكره ان في تيرتل تحت بس مش عارف محدش راضي ياخدها ليه. بس كده انا ليه ادفانتج جامد على كاري. انا كده خلاص كاري جي كاري ودعت الجيم هي وفرانكو. بس جي اهو جبنا الله التانك سرق مني الكلايه. يا جماعه مش هنا، مش في اللو ايلو، في الهاي ايلو يتسرق مننا الكلايات كفايه. بس يا صاحبي ارجع بقى، ارجع. ممكن نرخم على الريد باف دي. اوكي في جورد هنا اهو، عايزين نجيب الجورد قبل ما يضرب الالت. التانك خد مني الكيلات التانية. انا مش عارف التانك ده ماله زعلان مني في الكيلات ليه كده. انا كنت عايز اجيب سكاي، انا اتلخمت. هنجيب سكاي طبعا دلوقتي عشان نحاول ان احنا نجمع اكبر عدد من الكيلات اللي نقدر نجمعها، بالذات ان احنا معانا تانك بيسرق مننا الكيلات، فدي حاجه يعني لازم سكاي في الحالات اللي زي دي. الفكره ان احنا معناش مانا بسبب ان انا بصرف سكيلات كتير قوي.
اسيب التانك بامانه، مش فارق لي التانك قوي، الا لو هو قرب يجيب الكلايه زي كده فممكن نتدخل عشان نسرقها منه. خد مني الكلايه برضك. التانك ده مش عارف ماله، التانك ده مش كويس. طبعا انت هتديني الالت دلوقتي؟ مفيش الت. والله انت فرانكو عسل، يا ريت يا ريت اشوف منك في الهاي ايلو. جبنا السكاي، ممكن ننزل على الميد لينر، ممكن ننزل على الميد لينر نخطفه كلايه كده. ممكن انزل على الميد لينر كده اخطفه كلايه عشان افعل بس السكاي. فعلنا السكاي نطلع تاني للتوب لين بتاعنا. ممكن اخد اي فارم يقابلك. بص اعمل زي البلاعه، انا كده كده بس بفارم وهكمل السبليت بوش على الطورات. انا بعتمد دلوقتي على السبليت بوش عشان ده بالنسبه لي هو اهم حاجه. يعني انا مش مستني ان انا اجيب كيلز كتير قوي، على قد ما مهم ان عندي ان انا اكسب الجيم بسرعه. واحاول ما اموتش، عشان طبعا انت لو ما متش بتاخد بوينتس اكتر، وكل ما بتجيب كيلز برضه بتاخد بوينتس اكتر في الرانك. بس هي الفكره ان فاهم، انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تسبلت وتحاول تنجز في الوقت عشان انت عايز تطلع في اسرع طريقه. جي جي خلاص، انا اصبحت لا اقهر. فين الخامس؟ فين الخامس؟ لا هرب 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 هرب. لا موت موت موت. ده يعلمك ايه؟ ان انت ما تطمعش، ان انت ما تطمعش. انت تلعب بسبوتس ومستواهم قليل جدا، بس برضه طمعت. التاور زعلني. في فرق جولد كبير ما بيني وما بينهم. طبعا انت لو بتلعب ديو او معاك سكوادك في ان انتوا تطلعوا رانك هيبقى افضل بكتير. بس لازم اخد بس من الجانجلر ده الترتل، عشان هو كده لو خدوا الترتل ممكن يزعلوني. بس ناخد الجانجلر وناخد الترتل عليه هديه وبس. شكرا. انا حاليا البيلد اللي بلعب بيه هو بيلد كريت واتاك سبيد، كريت دامج واتاك سبيد، وده البيلد اللي معظم لعيبه مياه بيلعبوا بيه. هو خلاص كده كده محدش هيجي في وشي. جي جي خلاص. بس اهو، وادي الانسباير والالت بس، ونحاول نفنش الجيم. وجي جي جيم فينيشت. اوكي. لا 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 لا، ما تهزرش ما تهزرش، انا مش هموت هنا، مش هموت، مش هم... ما هموتش ما هموتش ما هنموتش ما هنموتش. انا ما اعرفش انا عايش ازاي، بس قشطه يعني. اهو اهو كنت هموت دلوقتي. وكده اول جيم خلص وطلعنا الوريور 3 تقريبا. غريب، انا كنت متخيل ان انا صح انا هطلع اعلى من كده. ماشي، ووريور 2 ووريور 1، وطلعنا لإليت. إليت 4 من غير نجوم. ايه ده؟ إليت 4 3 4 نجوم. نايس نايس، بداية كويسة. ان انا ابدا من إليت 4 يعني هو وفر عليا ان اطلع رانك كامل تقريبا. طبعا يا شباب حاولوا تستلموا الجوائز بتاعه الرانك اول باول، بسبب انها بتديك داست وبتديك جولد تقدر تشتري بيه ايجنتس وبتاع. وغير كده حاجه كمان، لو انت نيو بلاير عندك القائمه دي بتديك كميه جيفتس قويه جدا ومفيده جدا جدا جدا. ومنهم عندك اللي هو السبيشال اوفرز، بينزل لك 4 هيروز وهم الوكارد وصن وبادانج وجوليان. بينزلهم لك باسعار قليله جدا، يعني هم تقريبا الهيروز دول كلهم ب 32000 جولد بس، ما عدا الوكارد طبعا ب 15000 بيديهم لك ببلاش تقريبا. فانت مش مشكله اشتري الاربع ايجنتس دول، حتى لو انت مش هتلعب بيهم هيفيدوك بعد كده. واسمع مني اشتريهم دلوقتي، هتيجي بعد كده ومش هيبقى معاك فلوس تشتريهم. واسمع مني انا جايلك من المستقبل. واحنا في السكند جيم ومعانا الجانجلر بتاعنا امون، ومعانا التانك فرانكو واوديت وفريا. الجيم ده طبعا قصادنا اورانوس، ودي مش حاجه كويسه جدا حتى لو هو بوت. فاورانوس من الشخصيات التنكات الرخمه، وبالذات لو هو بيلعب فايتر فبيجي في الليت جيم وحرفيا ما بيموتش. فاورانوس هتحتاج تغير له البيلد ده، بس احنا ما اعتقدش ان احنا هنوصل للليت جيم. ماشي، هنحاول نجمع الاستكات بتاعتنا قبل ما قبل ما الماركس مان التاني يبوش علينا. بس الماركس مان والتانك بشوا. نحاول بقى ان احنا ناخد اي كلايه، ننتش لنا اي كلايه من الاثنين. مفيش اي كلايه لسه جت. احاول اضرب في المينيون ده شويه بحيث ان انا اجمع ليفل 2. ما لحقتش اجمع الليفل. ماشي، ممكن نحاول نصطاد ليزلي. ماشي، لو فرانكو يشد لي ليزلي هكون شاكر. فرانكو ما اتطور. نايس فرانكو.
اوكي انا لسه مكتشف دلوقتي ان اللي قصادي ليلى مش ليزلي. دي مفاجاه بالنسبه لي يا جماعه. انا كنت واخد بالي ان اللي قصادي ليزلي، مش عارف ليه شفتها ليزلي بس قشطه، طلع اللي قدامي ليلى. انا لسه واخد بالي لما استنطني، انا كنت عامل حسابي ان دي ليزلي، فاقصى حاجه هتعملها انها تختفي فهديها السكند. اوكي اوكي لا الفايت كده هتبقى صعبه، بالذات ان انا معيش هيل. معيش هيل، دي المشكله يا جماعه، دي المشكله الاكبر ان انا معيش هيل. فانا بحاول ان انا العب من ورا فرانكو. مش ممكن احاول اطلع فارم. اوكي التانك بتاعي مات. التانك بتاعي مات والتانك بتاعهم حر، ودي مش حاجه كويسه. بالله عليك ابعد عني، بالله عليك ابعد عني، انا مفيش ولا. اوكي اوكي نايس نايس. انا لسه عايش مش عارف ازاي، بس أنا لسه على قيد الحياه. انا بحاول اخلي الروتيت اخر حل ممكن الجا له، عشان انا عايز افارم باسرع. فهي الفكره ان انا لو عملت روتيت. اوكي ماشي ماشي. انا معايا تانك بيموت، انا مش عارف هو التانكات ليه يعني بتخش تحت التاور على عكس التانك بتاعهم ما كانش راضي يدخل تحت التاور. انا كنت مستنيه يجي تحت التاور عشان استنه. فانا مش عارف هل اللعبه بتعاندني ولا في ايه، بس ماشي يا مونتون براحتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، برضه هطلع في الرانك. لا 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 كده قله ادب بقى، كده قله ادب، كده قله ادب. اوديت كمان جه في الحوار. الحوار كبير قوي يا جماعه، الحوار كبير قوي. ان الميد لينر يتكرم ويطلع لي، ده الحوار كبير قوي. انا مش عارف ليه حاسس ان اللي قصاد دول بلايرز، بس برضك لعبهم ما بيقولش ان هم بلايرز. يعني ليلى راقت تحت تاور، ودي ده ممكن اقول بلاير، بس برضك مش عارف. يعني اللي فاهم بجد في الرانكات الجديده يا جماعه عرفنا، بس هو في دلوقتي بلايرز في الرانكات دي ولا كلهم بوتس؟ بس جي جي خط الدبل كيل ماشي زي الفل. احاول افرم على دول ونجيب السكاي زي المره اللي فاتت، عشان نضمن ان الجيم يبقى بتاعنا. السكاي وقطعه من قطع الكريت دامج، انا كده بقيت كيلر ماشين حرفيا ماشي على الارض. تحاول بس ان انت ما تموتش والدنيا معاك هتبقى زي الفل. التانك وصل وليلى كمان وصلت معاه. ادي ليلى. مش هلحق اجيب التانك ولا هلحق اجيب التاور، فجي جي. اهو التانك رجالي، بس جي جي التانك مات. التانك مات او انا اللي مت، حاجه من الاثنين. لا جي جي التانك هو اللي مات. بس كده نحاول نسبلت شويه على التاور ده، نحاول ناتاك على التاور ده. مش هنعرف ناخده، بس على الاقل نحاول نجمع شويه جولد منه. بس اهو جبنا السكاي، بس كده زي الفل. لو ليلى طلع لنا بره، ليلى خلاص جي جي في اعداد الموتى. بس جي جي ليلى في اعداد الموتى، وفعلنا السكاي. كده خلاص احنا كده كيلر ماشين هتبدا. يعني بس نجيب اي قطعه كريت مع الايتمات بتاعتنا، عشان احنا حرفيا معناش مانا، فاحنا هنعتمد على البيزك اتاك. ماشي خدنا التاور، ناخد شويه المينيونز دول، شويه جولد زي الفل. اوكي ماشي ماشي. بنجانج ودي مش كويسه. بنحاول ناخد البفايه دي، رجعنا هيلنا شويه ونحاول ناتاك. انا لو في حد معايا. اوكي هو التانك جوه اصلا انا ما شفتوش. جي جي انا خلاص. جي جي هجيب بالميت 2 او 3 في الفايت دي. ادي تريبل. بس جي جي. عايز الحق الواد ده. بس بس كده، بس كده زي الفل. فايتايه لذيذه، جمعنا منها شويه جولد محترمين وخلاص فايدنا. يعني احنا بقينا ليفل 8 وداخلين على ليفل 9، واللي قدامنا خلاص يا عم اوديت. خلاص يا عم اوديت، انت جيت في اخر الفايت ما. خلاص يا عم اوديت، مش هتشير معايا الفارم عشان ساعدتني. خلاص يا حبيبي. ادي بالمون. انا بحاول ان انا ما اخشش. اوكي اوكي. انا لو لازم لا أنا لازم اخلع. لازم اخلع. لازم اخلع وادور على حاجه هيلها، وبعد كده ارجع الفايت دي. اهو يلا جالك الموت يا تارك الصلاه. يلا جي جي. جود جيم جود جيم جود جيم. عايز اخش افرم، مش هلحق اخش افرم. والتاور ضربني ضربه. انا مش مسامح التاور على الضربه دي مبدئيا،
وعارف هاخد حقي منك ازاي، بس اصبر عليا. اخد بس الريد باف دي عشان اهيل منها، ومنها اخد الدمج بتاعها. بس نبدا بقى نجانج هنا. أنا مش عايز اضرب اي سكيلات عشان بحاول احافظ على على ما يتبقى معايا من المانا. يعني انا مش معايا اصلا مانا، انا المانا اللي معايا بالعافيه. بس تريبل كيل. يلا هنحاول نتاك البيز. نحاول نتاك البيز بسرعه. يلا انا عايز اجنج كل المينيونز دول. انا لو عملت جنج المينيونز دول، ايوه ده اللي انا كنت مستنيه. القطعه الثانيه من الكريت. جي جي كده خلاص، انا كيلر ماشين ماشي يعني. بصوا جي جي. الفكره ان انت لو فايت كده ب 100 اصلا في الجيم العادي، انت حرفيا هتتحول كده ماشين يعني. حتى التانك اللي كنت بقول لكم عليه اللي ممكن يعمل لنا مشاكل اهو، ده اللي كان ممكن يعمل لنا مشاكل. تعالى قبل ما انهي الجيم، تعالى اخدك كلايه بالمره. ما لحقتش اخده كلايه. نايس فيكتوري. واخدين كل البوينتات طبعا بتاعت الام في بي وبتاعت المينياك ولا السافيج. دي المينياك. تمام. هنحاول نطلع دلوقتي بالبوينتين او الثلاثه. احنا كده طلعنا اتنين، طلعنا بوينتين بس. نايس. احنا ممكن نحاول نوصل في الفيديو ده لحد ما نوصل لماستر، ومن ماستر نبدا نقسمها بقى فيديوهات. طبعا كالعاده بنستلم الجوائز بتاعتنا اول باول عشان طبعا نقدر نطور الامبلمز بسرعه اكبر. كل ما تطور الامبلمز كل ما يبقى ليك ادفانتج في الجيم. حاليا احنا معانا 1100 داست، وطورنا امبلم الفيزيكال لحد 34. وممكن بقى نبدا نطور في امبلم الماركس مان بال 1100 داست اللي معانا دول، عشان نفتح بس ايتمات الماركس مان اللي بالنسبه لنا هتبقى مهمه جدا في الجيم. وانتقلنا للجيم الثالث، وبعد ما فتحنا الايتمايه بتاعه الماركس مان دي ممكن نحطها مكان السكند ايتم. واحنا انا مستني بس نفتح الثيرد ايتم بتاعه الماركس مان، عشان فعلا بتفرق معانا جدا بالنسبه للشخصيات اللي عندها كريت دامج. اللعبه كل شويه بتغير لي الماركس مان اللي قصادي. يعني انا كان قدامي قبل كده ليزلي، وبعد كده ليلى، وبعد كده حاليا كلينت. فانا كل جيم تقريبا اللعبه بتغير لي الماركس مان اللي قصادي. طبعا زي كل مره بنحاول نسبق عشان نحاول نضرب في المينيونز قبل ما يوصلوا لنا، بحيث ان احنا نجمع استكات الباسيف بتاعنا. بس جمعنا استكات الباسيف بتاعنا، فاحنا حاليا جاهزين ان احنا نفايت. تمام. ممكن بقى ندخل بالسكند سكيل دلوقتي وبالانسباير نحاول نجيب فيهم دامج عالي. اهو قربنا نجيب الماركس مان بتاعهم. ماشي. الماركس مان بتاعهم له اتش بي، ودي حاجه كويسه. في اول الجيم كده الماركس مان له اتش بي، والتانك كمان له اتش بي. فنحاول نضرب شويه. حلو. التانك هيحاول يفايتنا. تعالوا نحاول نضرب شويه في التانك. حلو. دمجنا التانك جامد. التانك بتاعي مش عارف رايح فين، بس ماشي مش مشكله. هحاول اخد البفايه دي الاول، ونحاول نهجم على المينيونز. نحاول نفرم عليهم بسرعه قبل ما الماركس مان والتانك التانيين يوصلوا. فرانكو التانك قرر رجع لي تاني. كتر الف خيرك يا باشا، الحمد لله على السلامه. ونحاول نسبلت على التاور، نحاول نجمع من عليه جولد. الفكره ان التانك والماركس مان اللي قصادنا مختفيين من على الماب. مش عارف هم تقريبا نسيوا الجيم ولا ايه. التانك رجع. هم الاثنين رجعوا وقتلوا التانك بتاعنا تحت التاور تقريبا. مات. ورجعت تاني لوحدي. ماشي. نحاول نجمع السكيلات ونبدا نضرب في التانك. انا عايز اخلص من التانك قبل ما اخلص من الماركس مان، عشان لو فايت الماركس مان والتانك عايش هيقعد يستن فيا. فانا عايز على الاقل ادمجه بحيث ان هو يرجع، بحيث ان انا اقدر استفرد بكلينت. ماشي. المشكله ان كلينت رينجد عني. يعني كلينت من الماركس مان الرينجد قوي. بس يجي انسباير وهتفنش الجيم. انسباير وهتخلص الفايت، والانسباير خلصت الفايت يا جماعه. يلا هنحاول ناخد شويه جولد من التاور. انا طبعا لو جبت ايتمات اللايف ستيل الموضوع كده بالنسبه لي انتهى. هطلع فيهم الاثنين دامج غبي وهايل منهم. اوكي. انا ضربت في الشخص. انا عايز اشيل التاور. انا اهم حاجه بالنسبه لي التاور دلوقتي. التاور لو اتشال فالموضوع هيبقى لذيذ جدا. اوكي. انا مش عايز كلينت يوصل لي، عشان لو كلينت وصل لي بالفيرست ممكن تكون نهايتي. ماشي. انا عايز ادمج في التانك زي المره اللي فاتت. عايز ادمج التانك وبحيث ان انا اقدر استفرد بكلينت. ماشي. الفكره ان انا المره اللي فاتت كان مسهل عليا ان انا معايا الانسباير، اما حاليا خلاص كده جي جي. اللايف ستيل جات لي، وجي جي كلينت، وجي جي جيم. الجيم كده يا جماعه بقى لصالحنا بشكل كبير جدا. التانك بس يبطل يموت من التاورز. ايوه. تعالى لي بره. اوكي. دامج كبير جدا عليا، بس مش مشكله. انا معايا ايتمات اللايف ستيل ومعايا الانسباير. لو اتحطيت في موقف ممكن استعملها وافنش بيها الجيم. اوكي.
اوكي. ده الموقف اللي انا كنت مستنيه، عشان كده ما رضيتش اصرف الانسباير. تعالى يا كلينت. كلينت بالنسبه لي يعني شرير اكتر من التانك. اوكي اوكي اوكي. لا انا لازم اضرب الانسباير عشان اهيل بسرعه. هعتمد على الانسباير بحيث انها تهيلني. و المانا خلصت، المانا خلصت. وبس جي جبت كلينت. طبعا فايت رخم جدا، فايت رخم جدا، بس هو التانك خلاص، تانك جي قتلني. مت ما متش. حلو 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 حلو. جمعت عليه شويه دامج كويسين، بس طبعا هو عنده موفمنت اكتر مني، اسرع مني. اوكي. انا اتلخمت في الكلام وضيعت من نفسي ان انا اجيب السكاي. طبعا لو كنت جبت السكاي كان زمان الموضوع فرق جدا، بس مش مشكله. هنحاول ناخد ده ونحاول ناخد الوحش ونحاول نجيب في السكاي. بس اهو جبنا السكاي وهنجيب كلينت معاه مع السكاي. هيجي على السكاي اوفر. اوكي مش هلحق اجيب كلينت، بس ممكن احاول الحق اجيب التاور. التانك وصل. ماشي 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 ماشي. التانك من الشخصيات الرخمه بالنسبه لي، بالذات ان هم معاهم تانك تقيل حلو قوي. التانك مات، مش عارف مات ازاي، مات بكود صداقه تقريبا. بس جي. بس وخدنا السكند تاور في الدقيقه 4، وخدنا عليه كلينت كمان جيفت. خدنا كلينت كمان على التاور جيفت. بس اهو زي الفل. وكده قربنا نجيب السكاي. ولو زي ما قلت لكم كل مره بقولها لكم، ان احنا لو جبنا السكاي وجبنا ايتمايت كريت فير اللي جيم، خلاص كده الجيم احنا ضمناه بنسبه كبيره جدا. الدقيقه 5 وفرق الجولد ما بيننا 1500، بسبب ان التيم الانمي مفايد على التيم اللي معايا. انا بلعب مع تيم بوتس حرفيا. فجي جي. انا بحاول اتاك بسرعه على التاور. الماركسمان والتانك عايشين، بس هم لسه ما هجموش عليا، مش عارف ليه. بس دي مصلحه ليا، يسهل عليا ان انا اند الجيم اسرع. انا عايز افرم على كل المينيونز اللي اقدر اجمعهم، بحيث ان انا اسيب فرصه للمينيونز بتوعنا ان هم يسبلتوا، وبحيث في نفس الوقت ان انا اجمع اكبر عدد من الجولد اقدر اجمعه. جي جي. هو الجيم خلص مبدئيا. انسباير بالتسريع و يلا جي جي. انا باند الجيم اسرع جيم ممكن يكون اتعمل. 6 دقايق و5 ثواني، رقم قياسي للجيم. طبعا الجيم ما كانش فيه كيلز كتير، فبنسبه كبيره برضو مش هطلع فيه غير نجمتين كويس. ووصلنا ليفل 10، وترجع تاني قصادنا كاري بعد غياب جيمين. ترجع هي الماركسمان اللي قصادنا تاني. كاري من اقوى الماركسمان اللي ممكن تستعملها في الدريفت بيك لو انت اللي قصادك كلهم هاي اتش بي او تنكات بمعنى صح. حاليا احنا برضو مش هنستعمل الانسباير عشان لسه الفايت صعب، كل واحد فيهم في ناحيه. الانسباير كنت هستعملها لو الاتنين واقفين جنب بعض، بس حاليا هستعمل الانسباير على كاري لوحدها ونستن. والانسباير ونلحق نموت، نلحق كاري تموت، كاري تلحق تموت، ما تلحقش تموت. كاري خد الفيرست بلاد على التانك بتاعنا. و ليتس جو. طبعا انا ما رضيتش اشتري الجزمه الاول، جزمه الاتاك دي، مع انها هتنفعني جدا، بس قلت لا انا اشتري الايتم بتاع اللايف ستيل الاول وبعد كده اشتري الجزمه. بنحاول ندور على اسهل طريقه ممكن نون بيها او نطلع بيها دامج في الالي جيم. فرانكو اللي معانا ما بيشدش، مش حاجه كويسه في اول مش خبر حلو تديولي، بس اوكي. نحاول نستني كاري والتانك اللي معاها، نحاول نفعل عليهم البتاع. يلا 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 يلا. التانك مات، التانك مات، وكاري ماتت، وخدنا دبل كيل. نحاول دلوقتي ناخد التاور، نقدر نمسح الجولد بتاع التاور ونقدر نشيل التاور كمان. يلا 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 نقدر نشيل التاور. التانك بتاعهم جه، هحاول افوكس كل الدمج على التاور وناخد التانك فري كيل كمان، وجبنا كمان اللايف ستيل. يعني كده جي جي كاري وجي جي تانك، جي جي كاري وجي جي مونيتور. الجيم بقى بتاعنا خلاص. ممكن دلوقتي بقى نشتري الجزمه، نبدا نشتري في الجزمه. اشترينا الجزمه ونبدا نشتري بقى في ايتم السكاي عشان نقدر ان احنا نفارم اسرع. وكلامي على الفارم مش الفارم المينيونز، انا بتكلم عن فارم الكيلز. انا مش عارف ليه حسيت نفسي معلق بطولات في لحظه من اللحظات كده، بس اوكي مفيش اي مشاكل. طبعا التانك اللي معانا ما بيشدش تقريبا، هو جايب الهوك عياقه.
ماشي ماشي. جي جي كاري بالمره. خلاص جي جي يا جماعه، الجيم خلاص. الجيم ده ممكن يبقى فيه بنسبه كبيره السافيج. وكمان الجانجلر بتاعنا خد الترتل، ودي حاجه كويسه جدا. وهحاول اخد التاور ده بسرعه قبل ما التانك يوصل. هنلحق نشيل التاور، هنلحق نشيل التاور. التانك بتاعي بيحاول يعطله. وشيلنا التاور، وشيلنا كاري فري كيل كمان. وممكن ناخد عليها التانك اوفر. خد يا عم المونيتور، رايح فين؟ بس واشترينا السكاي. وكده خلاص اقدر اقول جي جي. الجيم ده ممكن يخلص في اقل من 5 دقايق. ماشي. الويفه دي خدت دامج. وجي جي كاري. حاول مره اخرى. فرانكو لسه فاكر يعمل هوك بعد ما انا جبت الكلايه. كان بيحاول يسرقها تقريبا. جوليان كمان انضم لنا في اللين، وحاجه جميله جدا. اوكي. الجورد هنا اهو. ماشي. نايس هوك. نايس هوك تيجي من فرانكو بعد محاولات كتير ما عملش فيها اي حاجه بالهوك بتاعته. ادي جمع بالهوك بتاعته اخيرا كيلز. وانا بحاول ان انا افرم مينيونز على قد ما اقدر، بحيث ان انا يبقى فاضل لي حاجه بسيطه على السلاح. فاضل لي 900 على السلاح. اوكي. كاري جمع عليا شويه دامج كويسين بسبب ان انا كنت اف كي شويه. انا عايز كاري يخرج من تحت التاور. كنت عايز اسرق الكل. ماشي. جوليان كمان بيسرق مني الكيلز مع ان انا جايب سكاي وعامل له ريتشارج 20. بس نايس 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 نايس. تعالى يا كاري بقى عشان انا زهقت منك. جوليان كان بيحاول يسرق الكل كمان مره. الجيم ده خلص زي ما قلت لكم في 5 دقايق. اوكي. في فايت حلو اهي. جي جي الفايت دي. وبس نقدر ناخد بعدها الجيم ايزي التيميت. وجي جي جيم خلص في 5 دقايق و10 ثواني. خدنا نجمتين زي العادة. وفاضل لنا 3 نجوم ونطلع للماستر. المرة دي قررت ان انا اغير الماركس مان يا جماعة، واخترنا هانبي مكان 100. وعاد لنا الماركس مان كلينت بعد غياب جيمين. برضو الجيم ده قصادنا كلينت وفرانكو في اللين، وبرضو الجيم ده قصادنا اورانوس كفايتر. ومعانا استس هو السبورت بتاعنا. معناش تانك المرة دي، معانا سبورت. ماشي ماشي ماشي. كلينت بدأ ياتاك عليا. انا مستني بس الويف عشان ابدا اجمع عليهم دامج من بعيد قبل ما اشتبك معاهم. بس كده جمعنا عليهم شويه دامج الاتنين كويس. اوكي. فرانكو ضرب فلاش عليا. ممكن نحاول نتارجت فرانكو الاول. ممكن نفتح عليه الانسباير عشان نضمن الكل. وضمننا كلايه فرانكو. ونحاول ناخد بقى الماركس مان اللي قصادنا هو كمان فري كيل. ماشي ماشي ماشي. انا عايز احاول اوزع الدامج ما بينه هو والتاور. ماشي. ممكن نحاول نديله دامج من بعيد كده عن طريق المينيونز. تمام. خد شويه دامج كويسين. استس ممكن يعني لو تكرم يهيلني هكون شاكر جدا ليك لو هيلتني والله يا استس. اوكي. استس سابني ومشي تقريبا، زعل من كلمه هيل. اوكي. انا محتاج ارجع عشان انا كده لوحدي في فايت مع ماركس مان قوي، ومعاه التانك بتاعه. الماركس مان كلهم لو اتش بي، بس لو معاه تانك بيعرف يكفره جي جي. انت مش هتعرف تقرب له، هو هيبقى الدامج ديلر بشكل مرعب. ماشي. جي جي. فرانكو كده مات. قتلنا التانك بتاع كلينت. وليتس جو. اوكي. الميج نزل لنا تحت، وممكن نستن الميج ونجيبه فري كيل. جبنا الميج فري كيل ايزي بالالتيميت. نحاول ناخد فرانكو هو كمان فري كيل. نقدر بالانسباير نقدر نمسح فرانكو. جي جي. ونقدر نحاول ناخد كلينت، بس كلينت مشكلته ان هو رينجد قوي عننا، فهيبقى صعب جدا ان احنا نوصل للكلينت بالالتيميت. اوكي. امون كمان انضم في الحرب دي. نايس. كده كلينت كانت فاضل لي ثانيتين ونجيب كلينت كيل. بس كده كلينت برضك ما ماتش. كلينت متمسك بالحياة لأبعد درجة. اوكي. طبعا احنا لولا الفيرست بتاعتنا انها بتحمينا من اي ستان
كان زمان فرانكو عامل معانا الجلاشه. يلا جي 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 جي. اوكي فرانكو لو اتش بي بس هرب المره دي، ما عرفناش نجيبه المره دي، على عكس كل مره يعني بنزنقه في الطور. وقصادنا فيكسانا في اللين، ودي مش حاجه مبشره. اوكي فيكسانا ضربت الالتيميت بتاعها، بس ممكن نحاول ان احنا نقتلها بالالتيميت، نحاول نوزع الدمج ما بينهم بين الالتيميت وما بين كلينت. وقتلنا فيكسانا. التانك وصل. اوكي التانك كان قرب يعمل لي هوك، وهوك كانت هتصيبني اصابه شديده. جي جي التانك بيرجع هو الماركس مان بتاعه. اوكي التانك لو ضربني الالتيميت دلوقتي فانا ميت لا محاله. اوكي قتلنا التانك. وجي جي كلينت محاولة تانية ونايس تراي. نحاول ناخد التاور ده، واخدنا التاور ده الحمد لله على السلامة يا استس. استس رجع لنا يا جماعة بعد غياب فترة طويلة. اوكي لا 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 لا. فرانكو ضرب عليا الفيرست وقتلني بالالتيميت. زي ما قلت لكم انا بحاول في اللو ايلو ان انا ما اموتش نهائي، عشان خاطر ان انا اخد البوينتس اعلى عشان اقدر اطلع فرانك اسرع. اوكي في فرانكو وكلينت هنا الاثنين بالنسبه لي ايزي كيل دلوقتي عشان اوبن قوي. ادي الاول وادي الثاني وجي جي دبل كيل. مش هتهرب، ما فيهاش هروب يا صاحبي. جي جي دبل كيل. ممكن نحاول دلوقتي بقى نلعب على درع السكاي، بما اننا بقى الدمج بتاعنا كويس جدا، فممكن نحاول نلعب على درع السكاي دلوقتي. اوكي امون هنا، امون بيحاول بس جي جي امون جرب مره تانية. اوكي فرانكو كان بيحاول يشدني بس يا باشا جي جي. اوكي ضربني الالتيميت نايس، بس هل الالتيميت هتلحقك بقى مني بعد ما اخلص منها؟ وجي جي فرانكو ديد. وكده جمعنا ايتمتين من ايتمتين السكاي، وهيبقى بقى لنا 500 جنيه على السكاي، وده رقم كويس جدا. اوكي 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 خدنا التاور، وممكن ناخد فيكسانا فري كيل كمان عشان نجمع فلوس السكاي. وزي ما حصل جمعنا فلوس السكاي، واحنا كده جاهزين ان احنا نفايته. تعالوا نحاول ناخد كيل امون بحيث ان احنا نفعل السكاي، وكده فعلنا السكاي. ممكن نطلع بقى على الماركس مان والتانك عشان نجمع 30 سكيلة في السكاي. طبعا التانك مستني بس يضربني الالتيميت، بس انا مش هناولها له. بس كده وجي جي ماركس مان. بس كده يا جماعه احنا كده بقينا فول فيد، وحاليا احنا بنجيب الايتمية اللي هتدينا الدمج العالي وهتدينا كريت اتاك. حاليا يا جماعه احنا مجمعين 17 كيلو ومجمعين 40 ستاك من السكاي. اوكي وفرانكو كان بيحاول ان هو يقتلنا، بس جي جي ما تحاولش خلاص، فرصتك راحت يا فنان. نضرب الفيرست عشان بس ما نموتش. و كلينت تعالى يا كلينت. جي جي كلينت. هل هنعملها هل هنعملها جي جي كلينت. تعالى يا امون انت كمان، وودع الملاعب يا امون. كنت عايز اجيب السافيج بس للاسف السافيج هناك الناحيه التانيه. هنحاول نقتل التانك بسرعه. انا ممكن مش خساره فيك الالتيميت، عشان للاسف اكبر تهديد بالنسبه لي هو فرانكو. انا مش خايف من اي حد غير فرانكو. طبعا لو في جيم حقيقي طبعا التهديد بالنسبه لي مش هيبقى فرانكو، التهديد الاساسي بتاعي هيبقى الجانجلر، بحيث ان الاسيسن بتاعهم قوي. اوكي ماشي هحاول افرم بسرعه. وساموس جالي، وكده معناها ان مفيش حد قصادنا في اللين هناك. وجي جي تانك. التانك ودع الملاعب. سافيج كمان، سافيج في اتنين كمان، في تلاتة سافيج كمان. جي جي 3 سافيج في جيم واحد، و جيم اندد. وهو كده نكون طلعنا من الانريتد للماستر في اول جيم لينا في السلسله. فلو انت متحمس ان انت تكمل معانا السلسله انزل اعمل سبسكرايب هنا للشانل ولايك وكومنت، ويلا سلام.